كاس العالم وحده غادي تردمك انت والتاريخ ديالك، انت وهذاك التاريخ ديالك المزيف اللي كنت تشري فيه الدمام وكنتو تلعبوا فيه تشريو الحكام، هذاك غادي تردم لانكم نتوما كلكم فاسدين. بكري كنتو تشريو هكذاك، تشريو التحكيم، يخرجوا لعابه من عندكم يقولوا الحقائق كشفوا فيكم، وجاي البارح جاي زعما تستفز المغاربه وفي انقلبت عليك ويمكن ما غاتمشي كاس العالم لانه ابو ريده راه ما يعقلش عليك. انت مدرب فاشل، انت واش ابو ريده غادي ابو ريده يدي مع واحد المدرب بحالك نتايا ناض تسب شعب وناض اخويا يشجع اللي يبغى. والله القسم الا نفس العقليه. انا شوف كيفاش نشوف العقليه ديال بعض الصحفيين، بعض في مصر، بعض كاين ناس اللي بعقلهم، وعندنا حنا اعلامنا، حنا اعلامنا كل شيء، حنا اعلامنا ما كانش حتى واحد، حنا اعلامنا كل شيء. حنا معزوزي خارج في لايف في تيك توك ولا مع واحد يقول لهم اودي المغرب ما يديرش الكولات او القجع يدير الالقاب، البارح ولا البارح خارج القجع يدير الكولات باش تعرف انفصام في الشخصيه. ما عندهاش واحد، ما عندهمش شخصيه ما مرض جبرهم هنا في لايفات يقولوا كلام في تيك توك وفي الفيسبوك، يدخلوا الكواره ديال صحافه الزيكو ويغيروا الكلام ديالهم لانهم مرض، ما عندهمش شخصيه. والله القسم الا مرض. مي واش غادي نقول لكم؟ زيدوا في الهبال ديالكم، واصلوا كملوا في الهبال ديالكم. الناس راه غاديه لقدام وانتم كملوا في الهبال ديالكم، ونهار ان شاء الله يديو كاس العالم ما هلاك والهبال ديالكم غادي تسكتوا وتبلعوا راسكم واحد 200 عام. ما تجوش تهضروا على المغرب ولا تهضروا واخا تخرج تبغي تقول شي كلمه تقول اودي جابوه لا داروا هذاك الشيء باش جابوه ولا ما تقدرش. حتى واحد ما يامنك اصاحبي، حتى واحد ما يدخل ما يدخلش في هذيك الفكره كاع، لان تولي شهاة العالم اللي يهضر في واحد الانجاز عالمي ودا كاس العالم راه صافي وب 48 ايكيب وباقي لكم الا 5 شهور. هذيك هي الصدمه الكبيره ديالك. تخيل نتايا لو كان باقي لك واحد العامين 3 سنين تقدر تبقى، لكن 5 شهور المغاربه غادي يصبروا معاك. المغاربه دوك غيديو لا كوب دافريك ان شاء الله، يحتفلوا به، يفرحوا، يفوتوا واحد الشهر عالم، يدخلوا للتربص عاود لكاس العالم. ايوا نتايا حنا غندوروا على دو طروا وحارس. هذا هو المصيبه الكحله الكبيره. راه ما نتلاقى مع الارجنتين راه ماشي هي كيقولوا لها غينيا ولا الارجنتين والفرق كبار. يلا السلام عليكم، طلعوا فراسكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. فوزي الأقجع يأمر بطرد السنغال بر المغرب أيها الأدغال، بر بلد الكرام والعظام والكرام، تاخدوا بعضكوا وخلجاتكوا ونسوانكوا وتترموا رمية الكلاب. فوزي الأقجع يعلن طرد بعثة المنتخب السنغالي من المغرب بسبب الكوارث اللي ارتكبوها داخل فندق الإقامة بالمغرب. الفيديو ده فيه تفاصيل بالصوت والصورة مثيرة ومهمة وخطيرة وغير تعقل أو توصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وتفاصيل جديدة ومهمة وخطيرة ومثيرة، مهمة جدا 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 يا صديقي العزيز. في البداية نصلي على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد وأعظم وأشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد، حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. هو إيه اللي حصل؟ هو إيه اللي جرى؟ يا ترى يا هل ترى إيه اللي جرى يا عنترة؟ المنتخب السنغالي، بس اعمل اللايك يا غالي جاي المغرب قلبها خمارة يا فندم، جاي المغرب قلبها مسخرة، جاي المغرب قلبها للفكاهة والنكاهة والضحك والمرقعة. المنتخب السنغالي جاي بعثة الإقامة، المنتخب بتاعه في فندق إقامة عظيم قدير كبير ليلقوا بالهئ والمئ والهلع والمرع. المنتخب السنغالي جاي هنا يهزر ويستظرف ويقل أدبه، مش يحترم نفسه وقيمته وذاته. المنتخب السنغالي بركوله وحياته عشان خاطر اللي بقى بيحصل منهم ده عيب، قبح، قذارة، وقاحة لا يمكن أن تعقل إطلاقا. حضرتك جاي ليه؟ أنت جاي تلعب، تؤاذر، تحصل على الكاس وتحارب من أجل النصر به، مش جاي عشان تخانق وتقل أدبك وتضرب وتشتم وتعمل أشياء قذرة جدا جدا. برضو انت حتى الآن ممكن تكون معرفتش أنا بتكلم عن إيه. أنا بتكلم على مجموعة من اللاعبين امبارح كانوا بيخانقوا في فندق الإقامة وخانقوا مع العاملين في الإقامة ورفضا أن يدخل أحد لتنظيف غرفهم.
وبعد كده راحوا بلغوا الشرطة وعملوا مشكلة. ايه يا جماعة؟ قال لك احنا مش عايزين حد من العمال المغاربة يدخلوا ينظفوا غرفنا. هتسيبها جربانة؟ هتسيبها معفنة؟ قال لك لا، ده هم هيتصنطوا علينا وهينقلوا الأخبار والأسرار والأعذار والحجنجار إلى وليد الرجراجي وإلى البعثة بتاع المغرب. يا راجل، الكلام ده لا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يصدق. ومن إمتى يا حمادة المغرب كان بيتصنت على حد؟ احنا بننضف لك الأوضة يا معفن انت وهو عشان خاطر القاذورات بتاعتكوا ما تسيبش أثر على فندق الإقامة بعد ما تمشي. هو انت فاكر ان العامل اللي بيجي ينظف لك الغرفة ده بينظفها لك بمزاجه؟ ده جاي عشان احتراما بس ان انت في بلده يا أستاذ. انما جيت للحق انت المفروض تضربه بالجزمة واحد واحد ولا واحد فيكم يحترم. قول لي سبب واحد يخليكوا تعملوا اللي انتوا عملتوه وبتعملوه ده. رايحين تخانقوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، رايحين تخانقوا في العمال عشان بتنظف لكم الأوضة. انتوا مجانين، انتوا مجانين، رايحين تخانقوا في العمال اللي بتنظف لكم غرفة الزفت بتاعتكم يا شوية مجانين. بينظف لك الغرفة بتاع الإقامة، بينظف لك الفندق عشان تشم رائحة نظيفة، بتشم رائحة جميلة، تجلس في مكان جميل، الدنيا عندك تبقى لطيفة وجميلة وظريفة. إنما إن أنت رايح تخانق في العامل اللي بينظف لك المكان بسبب رفضك لتنظيف المكان ده، أنت تبقى معفن. أول مرة أشوف كده في حياتي. أنا أول مرة أشوف منتخب بيخانق عشان ما يبقاش نظيف، منتخب بيخانق عشان يبقى أجرب، منتخب بيخانق عشان يبقى زبالة. المنتخب السنغالي بيشتبك مع العمال عشان خاطر العمال عايزين ينظفوهم. حاجة لا تعقل ولا توصف ولا تفهم على الإطلاق. انت ازاي اصلا بيجيلك عقل تعمل مشكلة مع واحد بينظفك؟ قال لك لا يا باشا، ده هم هيسرقوا منا الخطط والأفكار الجبارة وهيروحوا يبيعوها ويدوها للركراكي. وحياة أمك، طب هو الركراكي ما سرقش خطة نيجيريا ليه؟ الركراكي ما سرقش خطة ما قبل نيجيريا ليه؟ الركراكي ما سرقش خطة أي حد وجت عند خطتك أنت تحديدا وهتسرقها. من إمتى المغرب اللي وصل لنصف نهائي كأس العالم وأخذ كأس العرب وكأس أفريقيا للمحليين وإن شاء الله كأس أفريقيا للكبار وبإذن الله كأس العالم القادم، سرق حد أو احتاج إن ياخد خطة من حد أو احتاج إن يبعت تجسس على هيئة عامل نظافة؟ من إمتى؟ انتوا في بلد المبادئ، بلد القيم، بلد الرتبة الرفيعة العظيمة العريقة. انتوا في حضرة المغرب إن لم تتأدبوا وتركعوا حمدا وشكرا على قيمة النعمة التي تلقونها فستنالوا عقاب ساحق لكم ولمن يظنه نفسه أنه مثلكم. احنا عايزين الريحة تبقى نظيفة. ريحتكم الناس مش عارفة تنام منها، فبنبعت العمال عشان تنظف الفندق وتعطره من الجرب اللي انتوا جايين بيه من افريقيا ومن ادغال افريقيا. انا بقيت بستغرب جدا ومعلش محدش يقول لي اتكلم عن حسام حسن، انا مش هتكلم عن واحد نكرة زي ده انسان كلب خسارة فيه الكلام، انسان وقح خسارة فيه المعروف، انسان وسخ خسارة فيه التنظيف. فاللي زي ده مش هينفع اتكلم عنه. هو اخد اكبر من حجمه في الكلام اصلا، كفاية عليه اللي خده، يغور في ده هو اللي جابه. اي حد مش عاجبه البلد دي انت جيتها ليه اصلا؟ هو هتفتكر ان انت زودت المغرب حاجة؟ بالعكس يا معفن، ده انت لو ما نلت الشرف الوجود والكرم الضيافة انت مش هتاخد. انتوا جايين المغرب تاخدوا ما تدوش. انتوا جايين المغرب تتعلموا ازاي بياكلوا وبيشربوا ويتعلموا ويلبسوا، ده انتوا جربانين. اي حد يأتي المغرب يقف احتراما لهذا البلد العظيم وإلا ما تجيش.
قبح يكفي علينا في الإطالة ذلك. مش هطول عليك يا صديقي العزيز أكتر من كده، دي كل التفاصيل الواقعة وتعليقنا عليها. ما تنساش اللايك، الاشتراك، شارك برأيك في التعليقات. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.